أول شيء نحن بنتمنى من كل قلبنا، وهيدي أمنيتنا الوحيدة، إنه يضل الدولار على انخفاض لحتى يوصل لسعر 45,000 و 46,000 لا بل أقل، واللي هو من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين هو السعر الحقيقي والفعلي للدولار، نظرا للكتلة النقدية الموجودة بالسوق والاحتياطي الإلزامي والذهب. بس اللي عم بيصير هلا اليوم تحديدا هي من اوسخ الألاعيب اللي عم تعملها السلطة. عم بتعمم جو مريح انه نحن كتير مرتاحين على وضعنا والدولار بقى بلش ينخفض. كتير عالم بلشت تتجه على الصرافين لحتى تصرف الدولارات اللي معها، والواقع هو معاكس تماما. استقالة نواب حاكم مصرف لبنان بعد ما انعرف عشو بدها ترسي، نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان نهار الثلاثاء، الوضع جدا خطر. ما حدا ينجر وراء ألاعيبهم الوسخة اللي بتشبههم اللي مثل خلقتهم. نصيحتي المتواضعة، كل واحد حامل دولار واحد يحتفظ فيه وما يصرفه من هلا لجمعة الجاي لنشوف شو بدنا نصير، لأنه أنا بشبه الحالة الدولار هو مثل القوس والنشاب، هلا عم يرجع لحتى يطير لقدام للأسف.